السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، وفيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات بوسي اللهلوبة. النهارده بإذن الله هنعمل مع بعض الكبدة الاسكندراني، وهضيف لها كده حبة اضافات. يعني النهارده كبدة بلدي، وهضيف معاها كمان كان عندي مخاصي، وعندي كمان قلب، قطعة قلب كده وواحدة مخاصي هحطها مع قطعة الكبدة دي، حوالي نص كيلو أو كيلو إلا ربع كبدة. فحاجات كده بقى من بواقي العيد يعني. فأبدأ كده أنضف الكبدة الأول. أول حاجة تعمليها حاولي تشيلي الجلد الزيادة اللي بيكون على الكبدة من بره، والقشرة اللي بتكون عليها حاولي تنضفيها كده وتشيليها بالراحة. وهنشيل على قد ما نقدر كمان الحاجات العروق اللي بتكون في الكبدة دي، بعد ما بتستوي كمان بتكون بتشد وما بتستويش كويس. هنحاول ننضفها ونشيل فيها على قد ما نقدر، وهنعملها ان شاء الله بطريقه سهله وخفيفه وبسيطه جدا. فيديو سريع ان شاء الله يعجبكم. عايزه اقول لكم بس لو اول مره تزوروا القناه حطوا لايك للقناه، وحط لنا كمان اشتراك لو انت مش مشتركه. واول مره تزوروا القناه كده ادخلي شوفي فيديوهات القناه وقيميها، ان شاء الله باذن الله تعجبكم. زي ما انتم شايفين انا لسه بنضف فيها اهي، وبعد كده هنقطعها بقى ايه زي ما انت عايزه مكعبات. زي ما انتم شايفين شلت منها جلد كتير ازاي، هوريه لكم كله دلوقتي. القشره اللي بتكون عليها دي بتتشال بكل سهوله، لكن الجلد اللي بيبقى فيها دي او العروق اللي بتكون فيها دي اللي بتكون ناشفه. شايفين شلنا منها قد ايه. هنبدا بقى نقطعها كده قطع مكعبات، قطع صغيره. قطعي حجم الكبده اللي انت عايزاه، بما ان بقى هنعملها كبده اسكندراني فاحنا هنقطعها قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. هرجع اقطعها تاني شرايح بقى بالطول، شرايح كده. وزي ما انتم عارفين الكبده البلدي ما بتتغسلش، مش هنغسل الكبده معانا النهارده، مش هنغسلها. الكبده البلدي يا جماعه ما بتتغسلش. قطعت الكبده وخلصتها، وزي ما قلت لكم كان معايا حته قلب كده صغيره، واحده من المخاصي دي. طبعا لو عملتها لوحدها مش بتتاكل، فانا لازم احطها في قلب كبده كده او اي حاجه علشان تتاكل. فايه بتتدارى في قلب الكبده. هفتحها زي ما انتم شايفين، وهطلع القشره الجلد اللي عليها، وهناخد القلب بس اللي جوه، وهنبدأ نقطعه شرايح رفيعة مع الكبدة زي ما قطعنا الكبدة بالظبط. طبعا لو محدش بيحبها فانت حطيها مع الكبدة، ومحدش هيعرف ان انت حاطاها اصلا مع الكبدة. فمش لازم تقولي كده زي ما انا بعملها، ومش بقول يعني للولاد ان انا ايه حاطه فيها ايه ولا اي حاجه، هي كبده وخلاص. هتقشري كده الجلده دي، هتقشريها وترميها بقى مع البواقي اللي احنا رميناها دي. قطعي بقى كده شرايح صغيره، وهنقطع كمان القلب معانا حتت صغيره، وهنشوحها كده تشويحه سريعه وبسيطه. وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. القلب كمان بيكون برضو فيه جلود زي ما انتم شايفين كده، تخينه برضو كده. هنحاول نشيلها، وممكن برضو نقطعها لان القلب بيكون طري شويه عن اللي بيكون في الكبده. هقطعها واشيل منها الحته الناشفه دي، برضو هرميها. هقطع القلب كده قطع صغيره، وهنا طلعت حته دهنه صغيره من القلب هحطها علشان اشوح بيها الحاجات اللي انتم شايفينها دي. هنا حضرت معايا فلفل وطماطم وليمون، فلفل حامي وفلفل الوان، وهنا معايا كمان توم. ده كل اللي انا هحتاجه في الكبده، مش هحط لها بصل ولا طماطم ولا اي حاجه. خدت حبه من التوم وهبتدي ادقهم. بس اول حاجه هنعملها هنعصر ليمون على الكبده، وهنعصر ليمون كمان على الحاجه اللي معانا دي كلها. هنعصر عليها ليمون وهنسيبها شويه في الليمون لحد ما نشوف بقى ايه. هنروح على النار وهنعمل ايه. الليمون بيشيل كل الزفاره اللي بتكون فيها، احنا مش بنغسلها خالص، احنا بنحط لها ليمون بس. هقطع بقى الفلفل ده وهجهزه زي ما انتم شايفين كده. قطعت الفلفل وجهزته، وهنا معايا التوم فرمته. هحط بقى طاسه او صينيه على النار اي حاجه، وهنزل بالدهن بتاعي يعني اللي هو كان معايا في القلب ده. قطعه من الدهن بتدي ريحه حلوه قوي، او قطعه من اللي هي بتدي ريحه تحفه للكبده. وهنحط معاها حوالي كده معلقتين من الزيت. انا هنا مش هعمل تتبيله للكبده، انا كنت يعني ممكن تعملي تتبيله للكبده وتقلبي فيها التوم وتشيليها شويه، لكن لا، انا هنا هقسم التوم لجزئين. جزء هحطه على الماده الدهنيه دي زي ما انتم شايفين كده، والجزء ده هحطه في الاخر مع الفلفل. هدي تشويحه بسيطه بس كده للتوم، انا مش عايزاه يحمر. تشويحه بسيطه، وهنزل بكله مع بعضه. الكبده مع المخاصي مع القلب كله مع بعضه. كان عندي فشه برده كنت هسلقها، بس الفشه محتاجه سلق، لان الفشه بتاخد وقت في السوا شويه، لان بتكون بتشد ومعانا. فانا شلت بقى، عملت استكفيت بالحاجات اللي معايا دي. وهنا ضفت بقى بقيه التوم المتقطع على الفلفل اللي انا مقطعاه، حامي والوان زي ما انت عايزه، بس توصي بالفلفل بيكون حلو فيها جدا. هسيبها كده، مش هقلب فيها كتير، هسيبها كده. وزعتها في الماده الدهنيه، وهسيبها عشان ما تنزلش ميتها.
زي ما انتم شايفين بقى كده سبتها حوالي 3 4 دقايق لما اتشوحت، وبعد كده نزلت بالثوم والفلفل. مش هنكتر في الكبده، مش هتساب على النار كتير، لما بتتساب على النار كتير بتنشف وبتجلد. هحط معايا هنا كمون، واحط فلفل اسود، واحط شويه من الملح. الملح زي ما انتم شايفين برده حطيته هنا اخر حاجه، عشان الملح برده لو حطيتيه في الاول بيخلي الكبده تجلد وتنزل ميتها، تجلد وتنزل الميه بتاعتها. زي ما انتم شايفين كده تحفه، وريحتها مفحفحه بقى، مش قادره اقول لكم على الجمال. بسيطه خالص وسهله جدا جدا، مش محتاجه افتكاسه يعني. هنروح بقى نغرفها كده في الطبق على طول. تحفه، مش عايزه اقول لكم الريحه بقى جايبه لاخر الشارع. او عايزه اقول لك اضافه، انت لو عايزه تضيفي لها معلقتين خل ضيفي لها معلقتين خل، بس انا ما ضفتش بصراحه، انا هستكفي كنت حاطه لها ليمون، وهحط لها كمان ليمون واحنا بناكلها، بس كفايه قوي الليمون، لكن انا مش بضيف خل. لو انت عايزه تضيفي معلقه او معلقتين خل، بيحطوا لها في المحلات معلقتين خل برده، بتكون تحفه. زي ما انتم شايفين شكلها يفتح النفس وبتشهي بصراحه، جميله جدا. طريقة سهلة وبسيطة، وطريقة جميلة وسريعة. ويا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. شايفين الكبدة تحفة ازاي، وطرية كده وجوسي، ومش بتشد ولا مجلدة ولا اي حاجة. حابة بقى تقدميها مع عيش بلدي وجرجير وشوية سلطة خضراء وشوية طحينة، في منتهى الجمال. تحفة بجد، وطعمها وريحتها مش قادرة اقول لكم على جمالها ايه، اسكندراني اصلي. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم بقى حطوا لنا لايك للفيديو ده. لو انت لسه جديده وما اشتركتيش في قناتنا، اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بننزله بامر الله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.